عمرك سألتك ايه هي مواصفات الجنة بالنسبة للستات؟ كنت اتكلمت في فيديو سابق قبل كده عن مواصفات الجنة. والمواصفات دي جت عن طريق ايه؟ وعشان اوضح لك في الفيديو ده ان مواصفات الجنة ذكورية بحتة، يعني اللي كاتبها ذكوري. حتى نسي يكتب ايه هي يعني الست لما تخش الجنة هتستفاد ايه من الجنة يعني. لو جيت بصيت للراجل هتلاقي بقى انهار وحور عين والكلام ده كله. فهل الست ليها نفس ما ليها الراجل؟ للاسف لا. يعني لو واحده جت سالت نفسها كده، قعدت مع نفسها تقول انا بعد اللي عملته في حياتي دي كله المفروض هتكافئ بالجنه في ايه، فهتلاقي انها ما تتكافئش في حاجه. يعني تقريبا الحاجه الوحيده اللي ذكروها في الستات ان هم اكثر اهل النار بس. لكن هتيجي تبص للجنه، حتى ملهاش حور عين ذكر يعني. حتى يعني يقول لك ايه، يعني يوم ما منع الست وقال لها انها ليها يعني حاجه. ما هو اللي كتب المواصفات نسي يذكر الست هتتكافئ بايه، لان هو كان فاكر ان الست دي يعني كمان هتطلب حقوق، يعني هي كمان عايزه حقوق فبالجنه ولا ايه؟ انت ليكي حس كمان تتكلمي. انا بجد والله الستات مظلومه في الحته دي. فهتلاقي هو اكتر حاجه قالوها ليها ان هي هتاخد يعني زوجها في الدنيا هتاخده في الاخره، يعني في الجنه. يعني صباح الفل هتبقى مفشوخه منه في الدنيا وهتاخده برضه في الجنة. فده يعرفك ان الموضوع كله ذكوري بحت، ان اللي كتب الاماني دي كلها اماني. وبعدين انت في ناس كانت معترضة على الفيديو. الفكرة كلها فكر فيها بالراحة. دلوقتي اكتر حاجة بتسهل الجنة، دخول الجنة ايه؟ هي المفروض رقم واحد الجهاد ده ان انا ايه؟ اروح اقتل العدو. طبعا ضد اي قتل اي حد، اي شخص اي من كان هو يعني، اي معتقد بتاعه، اي ديانته او من اي بلد. فبرأيك كده وبمنطقك بص على الدواعش، هتلاقيهم دايما بيصدروا الشباب الصغيره اللي سنهم صغير ان هم يروحوا يعملوا العمليات الجهاديه دي. بص على الشيوخ هتلاقيه دايما هو بيحسك على الجهاد او الكلام ده كله وبيحرضك عليه. مع ان هو لو هو فعلا صادق في كلامه ان هو هيخش الجنه بعد ما يموت بسبب الفعل ده، كان هو اول واحد هيروح يعمل كده. يعني واحد معلش، عندك 70 حريه في الجنه و70 وظيفه لكل يعني كل حريه فيها 70 وظيفه، وقصور وانهار، وبيقعد يفتي لك طول النهار ان الدنيا خربانه والحياه حلوه في الجنه ونسوان ومليطه وخمره. طب معلش هو كان اول واحد هو يعمل اللقطه دي، ليه هو ما عملهاش؟ فده عرفك ان محدش عارف حاجه، مش يعني الفكره كلها اجتهادات بشريه. ده اللي كاتب الحاجات دي بشر، يعني شخص بيتخيل فيما بعد اللي يحصل. لكن محدش مات ورجع تاني عشان يوصف لك الجنه فيها ايه. انا مش فاهم الناس يعني بتاخد الكلام ده كله لو بصيت فيها ده كلها تمني زائف للحياه البائسه اللي انت عايشها. انت كشاب كفران طالعان ميتينك ولا عارف تتجوز، عيشتك مش كويسه، فبالتالي بتعشم نفسك ان فيما بعد هتبقى في حياه احسن من اللي انت فيها. وده الشيخ اللي بيحاول يوصله لك عشان خاطر من الاخر تعدي ايامك اللي انت عايشها من غير ما تقعد تقول ايه ده بص فلان ده بص علان. هو بيوهمك ان في حاجه جايه. استحملي يا بنتي قرف جوزك الجنه حلوه. مش يعني انا برضو نركز مواصفات الجنه للستات حرفيا مش هتلاقي حاجه. ده هم طلعوا في المقدر جديد يعني، وابتدوا ايه يخترعوا لها حاجه اللي هو بقى ايه، انت هتشوف ربنا ماشي. يعني انا هقعد خالد في الجنه؟ انت عارف يعني خالد في الجنه؟ يعني ده الواحد اصلا كاره الدنيا يقعد فيها 60 70 سنه، ما بالك انت تقعد في الجنه خالد فيها؟ طب انت هتعمل ايه في الجنه يعني انت بنظرك كده؟ لو هتقعد في الجنه عشان تشرب خمره وعسل وميه وتنام على ستات بس، ملل يعني. طب افرض واحد شاذ مثلا يعمل ايه يعني مش فاهم انا. ما هو بص هو الموضوع معقد وتفكير فيه كتير، فبس ما تاخدش برضو معلومه ولا من شيخ ولا من حد ضد الحوار ده. خد يعني حكم عقلك وخد الفكره من شخص محايد، لا ليه في ده ولا ليه في ده. واشوفكم الفيديو الجاي.